السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. إذا أول مرة تزوروني على قناتي، معكم وصفات أم الأمراء. ما تنسونيش بالدعم، ديروا لي جيم، أبوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني لمزيد من الوصفات. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض طبق رائع معسل بالبنة. كيما راني نقول لكم يا البنات، معسل بالبنة. ما تراطيوش البنات هذا الفيديو وما تراطيوش الوصفة، لأنه وصفة تقطر بالبنة. أول حاجة درتها يا البنات، غليت كاس أرز في الماء وملح، بعد ما طاب لي صفيته حطيته بجهة، ونمروا الآن في مقلاة نحط كمية من الزيت، نضيف عليه كمية من صدر دجاج المرحي، نخلطه جيدا حتى يتقلى لي في هذاك الزيت. بطبيعة الحال رايحة نضيف له مجموعة من التوابل، توابل الدجاج، كركم، فلفل أسود، فلفل أحمر، وكمية من الملح على حساب كمية الدجاج. ونضيف أيضا بودرة الثوم أو 2 حبات ثوم سكرفجوهم، نخلطهم كامل مع بعض. كي تشوفوا الدجاج تاعكم طاب لكم، نضيفوا عليه كاس من الماء الساخن، ونضيف حبة جزر كبيرة مبشورة، نخلطهم كامل مع بعض ونخليوهم على نار تكون قليلة حتى يطيبون جيدا. وفي الأخير نضيف كمية من الجبن ونخلطه جيدا. كي تنزعوها من على النار البنات، حاولوا انكم ما تخليوهاش تنشف لكم بدرجة كبيرة، تبقى فيها شوية تاع لاصوص. من بعد رايحة نمروا البنات ونوجدوا الطبق تاعنا في مول الزجاجي، دهنته بكمية تاع زبدة. نحط الطبقة الأولى الأرز اللي كنت غليته في الماء والملح وقطرته جيدا كما راكم تشوفوا، نحطه هو طبقة أولى. من بعد راح نحط عليه الصلصة اللي خدمتها بالدجاج، هذه هي كما راكم تشوفوا بقات لي مشمخة، نديرها كطبقة ثانية، وندير كمية من الجبن من الفوق. ديروا أي جبن متوفر عندكم. وفي هذوك الأثناء البنات تروحوا تخدموا صوص بيشاميل اللي هي ملعقة كبيرة زبدة مع ملعقة كبيرة فرينة، تحمصوهم جيدا، تبداو تضيفوا في الحليب حتى تحصلوا على القوام ديالك وحابينه. ديروا لها رشة ملح ورشة فلفل أسود وكمية من الجبن مع الخلط المستمر باش ما تتكور لكمش الفرينة، حتى تتحصلوا على صلصة سائلة. ما تخليوهاش تعقد لكم بزاف، خليوها شوية سائلة باش تمشي لكم في المول تاعكم وتشمخ لكم جيدا الطبق تاعكم. رايحة نضيفها كطبقة أخيرة بهذا الشكل، نسكمها ونحطها في الفرن. كما راكم تشوفوا مش حتدي لكم كامل بزاف الوقت في الفرن، لأنه كل شيء طايب، الأرز طايب، الطبقة الثانية تاعنا تاع الدجاج طايبة، صوص بيشاميل كذلك طايبة. رايحة نحطها في الفرن قيس ما تتحمر لي، تجمر كل شيء مع بعض ونخرجوها من الفرن تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هو الطبق تاعي بعد ما طاب لي. الريحه تجي ما شاء الله، ويجي الارز مشمخ، واحد البنه يا البنات معسل. وصفه خفيفه بنينه تجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتخليوا لي رايكم دائما في التعليقات. ما تنسونيش البنات بالدعم فضلا وليس امرا. ان شاء الله الى الملاقات الى فيديو اخر ان شاء الله مع قناه وصفات ام الامراء. شهيه طيبه للجميع.